بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده طبعا هكلمكم على الفرق ما بين البطيخ الاصفر والبطيخ الاحمر. اولا طبعا البطيخ الاصفر والبطيخ الاحمر، ويقال كمان ان البطيخ الاصفر هو الاساس. لكن في الشكل الخارجي مفيش اختلاف. يعني الشكل الخارجي ممكن تلاقي البطيخه مخططه، تلاقيها خضراء، الشكل عالي. لكن من جوه اللب بتاع البطيخه الصفراء اصفر، واللب بتاع البطيخه الحمراء احمر. ايه سبب الصفار اللي في البطيخه الصفراء؟ سبب الصفار ماده اسمها بيتا كاروتين، اللي دي يعني هي اللي بتسبب اللون الاصفر. دي ماده طبيعيه، مركب طبيعي ما يبقى في الجزر الاصفر في الحاجات الصفراء. في البطيخ الاحمر ماده اسمها الليكوبين، وهي احد طبعا مركبات الكرتونات برضه، لكن هي طبعا بيبقى تدي اللون الاحمر. الماده الصفراء دي والحمراء مواد مضاده للاكسده، مفيده جدا لوقف السرطانات، مفيده للقلب. فيها البطيخ طبعا عموما في فيتامينات، في عناصر غذائيه مهمه جدا. لكن انا هوريكم عمل دلوقتي شكل البطيخه من الصفراء من جوه، وشكل البطيخه الحمراء. بسم الله الرحمن الرحيم. ده البطيخ الاصفر، ادي شكل البطيخ الصفراء. طبعا البطيخ الاصفر طعمه احلى من البطيخ الاحمر. البطيخ الاصفر ده لونه من جوه اللب بتاعه اصفر، بيبقى احلى من الاحمر. القشره بتاعته رقيقه، يعني انت شوف القشره بتاعت البطيخ الاصفر هتلاقيها رقيقه شويه عن البطيخ الاحمر. في ناس كانت بتقول لك ده سميكه، لكن هي القشره بتاعتها ارق شويه. انا هشوف لك البطيخه الحمراء برضو، البطيخه احمر. ده البطيخ الاحمر، طعمه ممتاز، صيف جميل، كل سنه وانتم طيبين. مع البطيخ الاصفر والاحمر. النهارده مش هنقدر نقول لك البطيخه تعرفها حمراء ولا جرعه. يعني انت ممكن تعرفها صفرة ولا مش صفرة، لان الحمراء والصفرة ده نضج البطيخ بتبقى لونها كده. فاحنا من هنا ورايح بقول لك ازاي تعرف البطيخه صفرة. احنا بندور على نضج البطيخه. البطيخه الناضجه ليها علامات، طبعا انا قلنا لكم في المرات القادمه، احنا قلناها قبل كده. وعشان برضو اللي ما سمعهاش يعني بسرعه كده، البطيخه لما بتخبط عليها كده يبقى فيها لون صوت كاتب. البطيخه اللي بقع الصفرا دي بتبقى صفرا داكنه. بطيخه بيبقى العروق بتاعتها بارزه، العروق الخارجيه. البطيخه بتبقى سليمه، وزنها قد حجمها، ما فيهاش اي خدوش او خروم. وكل عام وانتم بخير.